السلام عليكم. بقول كلام يمكن يزعل البعض ويمكن يتفق معي البعض. اللي حصل طبعا خيبة امل جماهير النصر وجماهير الهلال بعد خروجها، ومبروك الجمهور الاهلي. وباذن الواحد الاحد يوم السبت يكون النهائي باذن الله اهلاوي سعودي. اللي حصل في مباراة النصر وترى نوعا ما في مباراة الهلال والاهلي، الجمهور تقريبا ما كان متفاعل بالشكل المطلوب، ما كان في ذاك الحماس. بعكس جمهور الاهلي، خط الدفاع قوي، ديميرال، ابنيز، حتى مجرش جرينتا عنده عاليه. التفت بس ورا، بس شوف المدرج اللي ورا، لا تتعذر بالحراره وجو حار رطوبه. الجمهور ما وقف طول الوقت، هو قاعد يشجع. بعكس جماهير مثلا على سبيل المثال امس دقيقه 65 او الى 70 الجمهور نايم، ما كان في حماس. طيب 20 دقيقه كان يمديك ترجع الفريق، اللاعبين خبصوا وجابوا العيد، ممكن لكن ممكن حماس لك يرجع الفريق. دوران خلينا نقول ما ادري وش اللي صابه، ما ادري وش جاه. لكن تخيل مثلا جماهير الرابطه حيت دوران بس مده دقيقه، والله مو دقيقه، تقريبا 10 ثواني 15 ثانيه ووقفت. يا اخي حتى لو انه خلاص هذا مهاجمك، يا اخي شجعه بيطلع منه حاجه، سو اي شيء. يعني بلاش من النظام اللي انا بتاكي في المدرج وكاني نظام اللي كانك تاكي في سينما ولا اقعد الله يحييك. لا، ما ينفع ذا الكلام، والله ما ينفع. تأثير الجمهور كبير يا رجل. في لقطة في ديميرال، أنا شايف الأهلي والهلال، ديميرال أشر الجمهور أصلا قاعد يغني ومحتفل وواقف، أشرهم ديميرال من الحماس. هو جرينتا، رجل عنده جرينتا غير طبيعي، أشرهم. الجمهور ولع، تحسبه وقف بعد دقيقة، لا مستمر يشجع. صراحة تأثير الجمهور غير طبيعي. لا أحد يقول إن الجمهور هو رقم واحد رقم مليون بعد في التأثير. جمهور الأهلي كان نمبر 1 في لقاء الهلال. للأسف جمهور النصر ما قدم شيء مقابل رابطة عدد 3% أو 15% مقابل باقي الجماهير. بإذن الله يوم السبت بيثبت لكم كلامي أن الجمهور له تأثير كبير، وبإذن الله أنه يحسمها قدام كawasaki الياباني.